اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي الغاليين، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض خضره الجلجاز. زي ما قلت لكم يا بنات، انا بعمل الخضره بتاعه الجلجاز دي بتنفعني من السنه للسنه. مش مكلفه وموفره خالص. بتوفر معاكي الفلوس، توفر معاكي جهد ووقت ان انتي كل ما تعوزي كزبره حد يكون يشترك من السوق. كده ما تكونش موجودة، يكون مثلا وقت اتأخر ما فيش في السوق، لكن دي بتبقى متوفرة معاكي في البيت على طول، فبتوفر معاكي وقت وجهد وفلوس. زي ما انت شايفة كده انا جايبة كمية كبيرة. الكمية دي كلها كنت جايبة الكمية دي كلها يا بنات، كنت جايباها ب10 جنيه بس. زي ما انتوا شايفين انا مقطعاه صغير زي كده حتت، يعني غسلتها ونشفتها قطعتها حتت كده. زي ما كنت هعملها للسلطة، حتت صغيرة. وده كام وردية عادي، يعني في الاخر كده بقيت احوشهم خالص. المهم يعني العروق الكبيرة التخينة دي تحوشيها خالص. بعد كده هحط على الرخامة، انا منضفة الرخامة زي ما انت شايفة كده. احط كمية على الرخامة وابدأ بالمخرطة كده اخرطها زي الملوخية ناعمة. مش هطول عليكي، هخرط شوية شوية وارجعلك. اهو كده يا بنات، بعد ما خرطتها بمخرطة الملوخية زي ما قلتلك، خرطتها ناعم كده بمخرطة الملوخية. طبعا كلكم ستات بيوت شاطرين وكلكم بنات شاطرين، واكيد كله عارف يخرط الملوخية ازاي، عشان كده ما حبيتش اطول عليكم. خرطتها ناعم كده. زي ما انت شايفة كده خرطتها ناعم خالص كده زي الملوخية. القوام ده براحتك، بس هي لما بتكون ناعمة زي الملوخية كده بتبقى حلوة. زي ما انتوا شايفين عملت نص الكمية. ودلوقتي هعمل النص التاني برضو، هخرطه بنفس الطريقة. هشيل دولة واحط دولة برضو على الرخامة واعملهم بنفس الطريقة. والله يا بنات زي ما بقولكوا جربوها بالطريقة دي، هتقعد معاكم من السنة للسنة. بعمل الخضرة بالثوم بكل حاجة على النار، هتشوفوها معايا خطوة خطوة. بتقعد معايا من السنة للسنة. اي وقت مثلا مش فاضية انزل السوق، فبيبقى عندي الخضرة بالثوم بتاعها بتبقى جاهزة، بتسهل عليا الاكل خالص. لو هعمل جلجاس بطماطم، بطلع حتة كده بالمعلقة من اللي انا عاملاها دي وبحطها على الجلجاس وبيبقى كده خلص. لو هعمل جلجاس بشوربة، بعد ما بسلق الفراخ او اللحمة، اخد الشوربة واسلق فيها كيس الجلجاس من الفريزر وعليه معلقة من الخلطة دي من الخضرة اللي انا ببقى عاملاها دي، بيبقى الاكل خلص والدنيا تمام. فبيوفر معايا جهد ووقت، ان في اي وقت متوفر عندي. كمان والله بتوفر فلوس يا بنات، انت بتجيبي ب5 جنيه على بعض او ب10 جنيه، مش حكاية كده. بتتحط وسط الطلبات بتاعة الخضار بتاعة الاسبوع، 5 جنيه ولا 10 جنيه. بتقعد معاكي فترة، بتقعد معاكي كذا شهر، بدل ما كل ما تعوزي تشتري خضرة تشتري خضرة. لا، دي بتوفر معاكي. جربيها والله هتعجبكم. هكمل وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا خرجت كل الكمية بمخرطة الملوخية. ودلوقتي هحط 3 معالق وحطيتهم على النار، صينية كبيرة زي ما انتم شايفة عشان الكمية كبيرة. ودلوقتي هحط 3 معالق سمنة كبار، عشان انت زي ما قلت لك الكمية عاملاها كبيرة. فهحط 3 معالق سمنة كبار كده، سيحهم واجلبها بس ايه تدبل شوية على النار. بعد ما تدبل كده على النار شوية نبدأ احط الثوم. هخليكي معايا واحدة واحدة، بس نسيح السمنة كده وبعد كده نبدأ ايه ندبل الخضرة مع بعض على النار كده. خليكم معايا واحدة واحدة، السمنة تسيح بعد كده نقلبها مع بعض. سهلة وبسيطة والله يا بنات، هي بس مش بتاخد وقت خالص. هي هتدبل كده، بعد كده ننزل بالثوم. نقلبها شوية لغاية ما الثوم يصفر. خليكي معايا واحدة واحدة. بص كده يا بنات، انا وانا بقلب لقيت السمنه قليله، فحطيت معلقه تاني كبيره. يعني كده خدت 4 معالق كبار او 4 معالق ونص بالظبط. طبعا على حسب الكميه، انت لو عامله كميه اقل هتقلل السمنه، لو عامله كميه اكبر هتكتر السمنه. ده توم من اللي انا مفرزاه معاكم. برضو كده هحط كميه كبيره عشان ايه الخلطه، يعني الخضره بالجلجاز. خضره الجلجاز دي يا بنات عباره عن توم وخضره، فلازم التوم بتاعها يبقى كتير كده زي ما الخضرة كتير، لازم التوم برضو يبقى كتير. ده التوم اللي انا مفرزاه معاكم. فهخليه كده يسيح وابدأ اقلبه. هي كده الخضرة اتدبلت خالص مع السمنة وبقت تمام. نبدأ دلوقتي ايه نسيح لها التوم كده. ونقلبه كده مع بعض اول ما يسيح لغاية لما يصفر وارجع لك اسيح بس التوم عشان ما اطولش عليكم. احط فوقيه خضرة كده، احط فوقيه الخضرة كده واقلبه شوية على النار، وانا حاطاه في النص برضو عشان يبقى تحت النار بالظبط.
وهقلبه كده لغايه لما يسيح خالص، وبعد كده ارجع لك اوريكي درجه ان هو يبقى اصفر ازاي. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا قلبت التوم كويس في الخضره. كده خلاص هو استوى. هتعرف ان هو استوى ازاي وخلاص كده وصل المرحله اللي انا عايزاها. زي ما انت شايفه كده بدأ اللون بتاعه يصفر. احنا عايزين اللون كده ذهبي، ما تخليش اللون لما يبقى احمر، لا لو خليتيه لغايه لما يبقى احمر هيمرر. احنا عايزينه كده يبقى ذهبي اصفر في الخضره. هنبدأ دلوقتي نحط له ايه اخر حاجه قبل ما نطفي عليها، نحط نص معلقه ملح كبيره. نص معلقه كبيره دي كماده حافظه يا بنات. طبعا السمنه هنا مكان الزيت، فالسمنه مع الملح هيعملوا ماده حافظه حلوه ليهم. وكمان ان احنا هنحطه في علبه في الفريزر وهيعيش معانا ان شاء الله على قد ما نخليه عندنا من كذا شهر كذا لغايه من سنه للسنه هيعيش معانا ان شاء الله. هي بس نص معلقه الملح دي على حسب الكميه اللي عندك. لو عندك اقل هتحطي ربع، لو عندك اكتر حطي معلقه كامله. انا الكميه اللي عندي دي مش عايزاها تبقى حادقه فحطيت لها نص معلقه بس كماده حفظ ليها. هقلبها كده وبعد كده خلاص هي خدت وقت على النار 10 دقايق. هطفي عليها دلوقتي وهبدا احطها في العلبه كده يا بنات. انا نزلتها من على النار زي ما قلت لك، ما بتاخدش وقت على النار خالص، هي 10 دقايق بس. جبت العلبتين اللي هحط فيهم. زي ما انت شايفه كده حطيت فيهم زيت، حطيت في دي زيت من تحت ودي كمان حطيت فيها زيت من تحت. بعد كده هبدا اعبي فيهم الخلطه بتاعتنا خضره عادي وهي سخنه يا بنات، مفيش مشاكل. لو هتسيبيها تبرد برضو مفيش مشاكل، بس انا كنت عايزه اعبيها عشان اوريها لكم. بس انا هسيبها تبرد شويه عشان العلب دي بلاستيك مش جزاز، فهسيبها تبرد وبعد كده اعبيها واوريها لكم. خليكم معايا. انا كده سبتها بردت خالص يا بنات، زي ما قلت لكم سبتها بردت خالص. شايفين كده ما فيهاش اي بخار. هبدا اعبيها في العلبه. هحطها اشوف لو هتاخد علبه واحده ماشي، هتاخد علبتين ماشي. عشان ما اطولش عليكي هعبيها كلها وارجع لك. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات حطيتهم في العلبتين، كل علبه واخده كميه كبيره زي ما انتوا شايفه كده. دي علب الحلاوه الطحينيه انا بستغلها بحط فيها الثوم والخضره والحاجات اللي زي كده. زي ما انتوا شايفين عاملين لي علبتين كبار كده، يعني العلبه واجعه عليكي ب5 جنيه، دي ب5 جنيه ودي ب5 جنيه. والثوم طبعا من عندك من البيت برضو، يعني لو حسبت الثوم مثلا كان الثوم كنت جايباه الكيلو ب5، يعني مش هياخدوا برضو نص كيلو ثوم، نص كيلو ثوم. والخضره ب10، يعني كلها 12 ونص. العلبه دي واجعه عليكي ب6 جنيه ولا 6 ونص. وزي ما انتوا شايفين كده انا حطيت زيت عليها من تحت، وكمان حطيت زيت على الوش كده، وبقلب كده الزيت زي ما انت شايفه كده يغطي الوش. بعد كده بقفل كل علبه بغطاها، بحطها في كيس تلاجة واربطها واحطها في الفريزر تعيش معايا بالشهور. وتعيش معايا من السنه للسنه. زي ما انت شايفه كده وسهله وبسيطه ومخدتش وقت. اتمنى تدعموني باشتراك ولايك. سلام عليكم.